اللي حضرتك شايفه دلوقتي هو سد جوليوس نيريري الجديد اللي مصر نفذته وخلصته بدولة تنزانيا، وهيتم افتتاحه قريب جدا. زي ما قلنا بفيديوهات سابقة، السد ده هيكون له فوائد سياسية واقتصادية عظيمة لمصر، وبنفس الوقت السد ده بيكشف لنا وبيفضح نوايا اثيوبيا من بناء سد النهضة، وبيأكد ان سد اثيوبيا ما كانش الهدف منه هو توليد الكهرباء ولا حتى التنمية الزراعية زي ما كانت بتقول اثيوبيا، وان الهدف من سد النهضة هو هدف سياسي للاضرار بمصالح مصر وبمساعدة دول اخرى، وكلنا عارفين الكلام ده. والدليل انه منذ بدء انشاء السد من اكتر من 10 سنين لحد دلوقتي ما تمش بناء برج كهرباء واحد في محيط سد النهضة، وما تمش تنفيذ شبكة الكهرباء الخارجية اللي هتمد دول الجوار بالكهرباء زي ما قالت اثيوبيا، وما تمش حتى بناء شبكة الكهرباء الداخلية في محيط السد. على العكس، زي ما حضراتكم شايفين، السد المصري في تنزانيا خلص وتم الانتهاء من تنفيذ شبكة الكهرباء الخاصة بيه، وتم تزويد محيط السد بجميع أعمال البنية الأساسية والمرافق من طرق وكباري وغيره، والكلام ده تم في 3 سنين بس. طيب إيه هي المكاسب السياسية والاقتصادية اللي هتعود على مصر من بناء سد تنزانيا، وإزاي السد ده هيكون ضربة مؤثرة لسد أثيوبيا؟ تعالوا نشوف القصة من البداية ونفهم مصر بتعمل إيه بالظبط. المشروع بدأ في 2018. مصر وقتها وقعت اتفاقية بناء سد جوليوس في تنزانيا، وده كان بناء على طلب من حكومة تنزانيا. وقتها وقع الاتفاقية من الجانب المصري تحالف بيضم شركة المقاولون عملاق المقاولات والإنشاءات في مصر وأفريقيا، وشركة السويدي إلكتريك عملاق صناعة الكهربائيات في مصر وأفريقيا. أول أسباب موافقة الدولة المصرية على تنفيذ مشروع زي ده هو العلاقات الجيدة اللي بتربط مصر بدول حوض النيل، خاصة بتنزانيا. وبالرغم إن تنزانيا أحد دول حوض النيل، أول ما اتعرض المشروع ده على الرئيس التنزاني طلب إن تنفيذه يكون بعيد عن روافد النيل، وإنه يتنفذ على أحد الأنهار التنزانية حفاظا على العلاقات التاريخية مع مصر. وشهد توقيع الاتفاق رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع رئيس تنزانيا. قيمة استثمارات السد بتبلغ 3 مليار دولار، وده زي ما قلنا بيعد أكبر مشروع بتنفذه مصر خارج أراضيها. الشغل بدأ في 2019. موقع السد هو نهر روفيجي اللي بيبعد 370 كيلومتر جنوب غرب دار السلام العاصمة التجارية لتنزانيا. المشروع بيشمل بناء سد رئيسي و4 سدود فرعية عشان تكون الخزان المائي، ده غير سدين بشكل مؤقت، واحد قدام السد الرئيسي وواحد خلفه، والهدف منهم انهم يعملوا تجفيف اثناء عملية تنفيذ السد الرئيسي. كمان تم تنفيذ مفيض رئيسي للمياه في منتصف السد، ومفيض تاني للطوارئ، و3 أنفاق عشان تمرر المية لمحطة الكهرباء، وكوبري خرساني دائم، و2 كوبري مؤقت، ومحطة الكهرباء نفسها. كمان جري تطوير البنية التحتية والطرق المؤدية للسد. كل ده مكونات المشروع اللي اتنفذت. السد الرئيسي بيبلغ طوله من الأعلى 1025 متر وارتفاعه 131 متر، وده بالمناسبة أعلى من السد العالي في أسوان اللي بيبلغ ارتفاعه 111 متر. في شهر 8 2021 تم الانتهاء من الأعمال المدنية، وبدأت شركة السويدي تركب أول توربينة لتوليد الكهرباء من أصل 9 توربينات. دي أعمال تركيب أول توربينة، وزي ما احنا شايفين حجم التوربينة ضخم جدا. قدرة التوربينة الواحدة في إنتاج الكهرباء 235 ميجا وات. إجمالي قدرة ال9 توربينات بتوصل ل 2115 ميجا وات، ودي قدرة أكبر من إجمالي الطاقة اللي بتنتجها تنزانيا حاليا واللي بتبلغ 1700 ميجا وات. يعني تقريبا السد هيمد تنزانيا بقدرات طاقة أكبر بنسبة 137% من القدرات اللي بتملكها تنزانيا حاليا، وده بيوفر الكهرباء ل 17 مليون شخص. يعني لأول مرة تنزانيا هيكون عندها فائض في الكهرباء هتقدر تصدره لدول الجوار. في أكتوبر 2022 تم الانتهاء من صب آخر مكعب خرسانة في جسم السد. بعد كده تم الإعلان عن الافتتاح الرسمي للسد وبدء الملء الأول في تنزانيا في حضور سامح شكري وزير الخارجية مع رئيس تنزانيا. لما نشوف نسب الإنجاز في مكونات السد هنلاقيها كالتالي: انتهاء تنفيذ السد الرئيسي بنسبة 100%، انتهاء محطة التوليد الكهرومائية بنسبة 95%، انتهاء أعمال المأخذ بنسبة 100%، انتهاء تنفيذ 3 أنفاق لمرور المياه لمبنى التوربينات بنسبة 100%، انتهاء محطة ربط الكهرباء بنسبة 100%، انتهاء 4 سدود فرعية لتكوين الخزان المائي بنسبة 100%، انتهاء الكوبري الخرساني على نهر روفيجي بنسبة 100%، انتهاء المعسكر الدائم للعميل بنسبة 100%، وأخيرا انتهاء أعمال الطرق اللي هتربط مكونات المشروع بنسبة 80%. يعني تقريبا السد خلص بالكامل وهيتم افتتاحه في العام الحالي 2024. دي كانت مراحل إنشاء السد لحد النهاردة. نيجي للجزء الأهم بالفيديو: إيه هو تأثير المشروع ده اقتصاديا وسياسيا على مصر، وإيه علاقته بسد إثيوبيا؟ لما نيجي نشوف سد تنزانيا، بالرغم إن السد موجود على نهر تاني غير نهر النيل، إلا إنه بيحقق مكاسب كبيرة جدا سواء لتنزانيا أو مصر. تعالوا نشوف إزاي ده بيحصل. أولا، مكاسب السد كتيرة جدا. مبدئيا السد هيكون بحيرة بتستوعب 34 مليار متر مكعب من المية، يعني هيوفر المية بشكل دايم طول العام، وهيحمي تنزانيا من خطر المستنقعات، وبدل إهدار المية هتستخدم في الزراعة. هتقول لي طيب ما هو تنزانيا اللي هتستفيد، احنا مالنا؟ هقول لحضرتك اللي ما تعرفوش ان مصر وقعت اتفاقيات تعاون واستثمار في تنزانيا في قطاع الزراعة والتصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني، وكل دي مشاريع بتقوم على المية. ده غير استثمارات في قطاع الصناعة والتشييد والبناء والأدوية، ودي كلها استثمارات هتعتمد على الكهرباء اللي هينتجها السد. يعني تنفيذ السد بيخدم استثمارات مصرية ضخمة في تنزانيا، وده موضوع مهم جدا.
الفايدة التانية، عملية تنفيذ السد نفسه والاستثمار فيه مهم جدا، لأنه بيعلي أسهم الشركات المصرية في السوق الأفريقي والعالمي، لأنك لما بتفوز بعقد مشروع بالحجم ده كان بيتنافس عليه شركات عالمية كبرى، معناها إن الشركات المصرية الفترة الجاية هتكون هي المساهم الأكبر في تنمية أفريقيا، وهتستحوذ على مشاريع التنمية في القارة كلها، وده لأنها أخذت الثقة في تنفيذ مشروع ضخم بالحجم ده. الاستثمارات المصرية في دول أفريقيا بلغت حتى الآن 10 مليار دولار، وإن شاء الله هتزيد أكتر الفترة الجاية. يعني تخيل مشروع واحد زي ده قيمته 3 مليار دولار هينعش خزينة شركات عملاقة زي المقاولون والسويدي اللي بيشتغل فيها آلاف العمال والمهندسين. عشان كده الشركات العالمية بتسعى إنها تستحوذ على مشاريع التنمية في أفريقيا، خصوصا المشاريع اللي زي دي اللي بيمولها البنك الدولي، لأن بيكون فيها عدم تأخير والتزام بالدفع والسداد للشركات المنفذة للمشروع. فيكفي ان اقول لك انه من خلال المشروع ده مصر انضمت للدول الكبرى المصنعه للسدود من خلال شركه المقاولون اللي بتعتبر الذراع الانشائي للدوله المصريه، وده بيدي لمصر ثقه كبيره في تنفيذ مشاريع التنميه الفتره الجايه في كل افريقيا. وكمان ده بيعلي اسهم الشركات المصريه في سوق الانشاءات بافريقيا اللي لسه بتعتبر قاره خام، يعني دول افريقيا لسه بتبني نفسها، ومصر بالنسبه لهم هتكون هي دوله الصين الجديده بالقاره، او الدوله اللي هتستحوذ على تنفيذ مشاريع التنميه زي ما بيصفها الاعلام الغربي. فلما نيجي نشوف شركه زي المقاولون هتلاقيها حاليا بتنفذ استثمارات بقيمه 5 مليار دولار في اكثر من 29 دولة حول العالم. أما شركة السويدي فشغالة في أكتر من 50 دولة بأفريقيا وآسيا وأوروبا، وحققت إيرادات في النص الأول من سنة 2023 بس 70 مليار جنيه، وبيعمل فيها أكتر من 15,000 موظف، ده غير العمالة الغير مباشرة اللي بتوفرها في جميع استثماراتها ومشاريعها، ودي كلها مكاسب مباشرة للشركات المصرية. لكن في مكاسب تانية كتيرة غير معلنة، أهمها المكاسب السياسية واللي هتكون ليها تأثير مباشر على سد إثيوبيا. هتقول لي إزاي؟ سد إثيوبيا على النيل، لكن سد تنزانيا على نهر الروفيجي، وده نهر داخلي في تنزانيا ومالوش علاقة بالنيل. هقول لحضرتك مظبوط، ما هو التأثير مش لازم يكون مية. ببساطة إثيوبيا أعلنت قبل كده إن سد النهضة هدفه الرئيسي هو إنتاج الكهرباء وتصديرها لدول الجوار، فلما تعمل سد في نفس المكان تقريبا وتصدر منه كهرباء لنفس دول الجوار وتبدأ تنفيذه بعد سد إثيوبيا، ومع ذلك تخلصه قبلها وقريبا هتنتج منه كهرباء، كل دي مكاسب كبيرة جدا، خصوصا إن إثيوبيا في البداية وقبل إنشاء سد تنزانيا عرضت على تنزانيا إنها تدير لها السد، بمعنى إن شركات الكهرباء الإثيوبية تدير موضوع إنتاج كهرباء تنزانيا وتصديرها. يعني إثيوبيا كانت بتحاول تخاوي تنزانيا زي ما بيقولوا عشان ما تنافسهاش في إنتاج الكهرباء، فلما إثيوبيا تخسر كل ده وتنزانيا تختار مصر وشركاتها إنها تنشئ السد وكمان تديره بعد الانتهاء منه، وده اللي بينص عليه العقد، يعني عملية إنتاج الكهرباء ومفتاح السد هيكون في إيد الشركات المصرية. فده مكسب سياسي ولا لأ؟ باختصار معناها إنك ضربت سد إثيوبيا اقتصاديا بدون ما تورط نفسك في حرب أو تخسر جنيه واحد، بالعكس أنت بكده كسبت ماديا واقتصاديا، وبتفعل ورقة ضغط على إثيوبيا تقدر تستخدمها وقت اللزوم. والأهم إن مصر بتعزز من مكانتها ودورها الإقليمي بقارة أفريقيا عامة ومنطقة دول حوض النيل اللي تنزانيا واحدة منهم، وده يبين لك أهمية السد وليه الرئيس السيسي مهتم وحريص على متابعة تنفيذ المشروع بنفسه، ده غير الزيارات والمتابعة المستمرة للمشروع من خلال وزير الخارجية المصري ووزير الإسكان ورئيس مجلس الوزراء، كل ده بيزور وبيتابع منطقة العمل بالسد. احنا كده رايحين على منطقة الباور هاوس والتوربينات، وهنا دي منطقة السويتش يارد اللي هي محطة الربط ما بين المشروع جوليوس نيريري والشبكة الخارجية الخاصة بالكهرباء. دي محطة ربط عبارة عن سويتش او المفتاح اللي في البيت، انت بتفصل الكهرباء ما بين او توصلها ما بين المشروع والكهرباء اللي طالعه من التوربينات وما بين الشبكة الخارجية الخاصة بالحكومة. كنا احنا لينا الحظ الوفير ان احنا نشارك في تحقيق الاسطوره دي، بان احنا كيانات مصريه عملت مشروع ضخم زي ده شبيه بالسد العالي على ارض تنزانيا، وان احنا نثبت وجودنا كشركات مصريه هنا في افريقيا. ده كان دعم محترم من الحكومه المصريه ان احنا نكون متواجدين. احنا 90% من الجيل بتاعنا او المشروع ما حضرش السد العالي، فالسد العالي كان بالنسبه لنا احنا بنسمع عن مشروع ضخم تم في مصر بس ما شفناهوش، ما حضرناش الاعمال فيه، فكان لينا حسن حظنا ان احنا شاركنا في المشروع ده عشان نحكي عنه لاولادنا وللجيل اللي جاي.